نيجي بقى للكولمن يا بنات، هنبتدي نعمله برضو كفر زي كده. تمام، انا كنت عاملاه تلفيه يظهر لك الحنفية بتاعته، كنت قافلاه من هنا كده بزرار وحطاله من فوق بتاع الشريط البسيط ده كانت عاملاه عشان خاطر رمضان. طبعا انا هعمل بقى حاجة جديدة بقى كده للعيد وكده. شفتوا الحتة اللي هي اتبقت دي واحنا بنقص الستارة، مش كان في حتة على الجنب كده، هناخدها نقيس منها نطلع الحتة اللي احنا اهم حاجة الحتة اللي فيها الورد الجميلة دي. هقيس كده حوالين داير الكولمن، هشوف هحتاج قد ايه واقصه. تمام، هقصها وارجع لكم. مش هنسيبه كده كده، هنزوقه ونعمل له شويه حاجات حلوه، بس قولوا ايه رايكم، هيبقى لذيذ صح؟ هقص بقى كده يا بنات لحد تحت وارجع لكم تاني. كده خلاص قصيت له الحته الحلوه دي. تمام، بس هو طلع طويل عليه شويه، فهنقص منها كده يعني ايه حته مثلا من فوق كده، ومش هرميها، هحتاجها كمان اقول لكم انام فيها، مش هنرمي اي حاجه في الحته دي، هي لو مش عاجباني مش هرمي فيها اي حاجه. تمام، هقصها كده اهو كمان، هاخد من الحته دي وارجع لكم تاني لحد ما يجي بالظبط على قد الكولمن بتاعك. كده انا خلاص ظبطتها اهو، وطلعت معايا الحته القصوصه الجميله دي. انا كده كنت محتاجه اقص قصوصه زي كده من القماشه، فهي طلعت لوحدها. طبعا القماشه دي من النوع اللي هو بينسل كده او يطلع فتل، فطبعا احنا ما عندناش مكان خياطه، فمش هنتنيها، لا ممكن نجيب. انا هجربها الاول مع نفسي الاول، بعد كده ارجع لكم. طب يا حبيبي تمام، جربتها، معلش كنت لازم اجربها الاول قبل ما اقول لكم وخلاص. جبت الولاعه وولعت ومشيتها كده من على الحروف، جربتها الاول في الحته اللي هي المقصوصه دي، طلعت زي الفل والحمد لله. الشراشيب راحت. هي فين الحته اللي عملتها اهي، شايفين الشراشيب راحت منها وبقت حلوه، يعني ما تنسلش بقى معاكي تاني، لان انا كنت مجرباها قبل كده بقماشه غير دي وكانت زي الفل، فخفت اجربها دي على طول يعني. هنبتدي بقى ايه نركب فيها زرار، لو ما عندكيش زرار هي في الحته اللي هي تقفل منها حته سكوتش بقى او نشوف كده، دي كلها انا بشتريها، فمش عارفه بصراحه بقى اختار معاها ايه. طب يا حبيبي انا هجرب وارجع لكم تاني اقول لكم انا اخترت ايه. كده يا حبيبي انا قصيت لها واحده كبسوله اهي، هركبها فيها هنا وابتدي اخيطها من الخيط ده عشان يبقى لونها حلو معايا. كده يا حبيبي انا خيطتها اهي، اسفل ان الفلاش طفى، شايفين خيطتها كده بخيط نفس مقارب للون القماشة فمش باينة اهي. هركبها بقى كده على الكولمن ونجربها مع بعض. كده اهو ركبتها من غير ما اعمل فيه اي حاجة لسه، نبتدي بقى نزوقه. انا يا حبيبي عملت الوردة دي كده من شريط الستان، الفلاش مش مبين شكلها قوي، شايفين خيطت برضه عامل فيه شغل تاني لسه ما عملتوش من تحت، بس خلصت الحتة دي بس. ايه رايكم؟ شوف بقى هعمل فيه حاجة تاني ولا كفاية؟ عملت فيونكة كمان اهي يا حبايبي، وبفكر الزقها في الحتة دي كده، عارفين؟ طبعا انت مش محتاجة تلفيه كل مرة كده، انت يا دوب تخلي ناحية الحنفية اهو مفتوح، لو عايز تخلي الناحية التانية هي اللي موجودة في بس الكولمن. ايه رأيكم؟ كده يا حبايبي اكون خلصت الفيديو، يا رب يكون عجبكم. استنوني بقى ان شاء الله في باقي الفيديوهات، هنزلها على طول ورا الفيديوهات دي. بالله عليكم يا بنات ما تنسوش تدعموني.